ازاي جالها قلب تعمل كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزوجة هنا حفظت جوزها بالملح 30 يوم وهربت. تطور جديد في واقعة طبيب 15 مايو. ألقت الأجهزة الأمنية باسم شرطة 15 مايو القبض على سيدة تونسية بتهمة حفظ جثة زوجها الطبيب داخل شقته باستخدام كمية كبيرة من ملح الطعام لمدة شهر كامل، وذلك خشية افتضاح أمر دخولها البلاد بطريقة غير شرعية. يعني هي قاعدة في مصر بطريقة غير شرعية، طريقة غير قانونية. لما جوزها مات خافت تبلغ، حاولت ان هي تتصل باهله، ما عرفتش، فعملت ايه؟ سابت الجثة في الشقة وحطت عليها ملح وسابته ومشيت. بدأت الواقعة بورود بلاغ إلى قسم الشرطة من مالك إحدى الوحدات السكنية بمنطقة 15 مايو. اللي حصل هنا إن صاحب العقار كان شامم ريحة في العمارة هو والجيران، ويحاول يخبط على الشقة كذا مرة محدش بيفتح، وهنا اضطر إن هو يفتح الشقة. اللي حصل بيقول: بدأت الواقعة بورود بلاغ إلى قسم الشرطة من مالك إحدى الوحدات السكنية بمنطقة 15 مايو يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق المستأجرة التي يقيم بها طبيب وزوجته التونسية الجنسية. وأوضح المالك أنه طرق باب الشقة أكثر من مرة دون جدوى، ما دفعه إلى الدخول ليتفاجأ بجثة الطبيب ملقاة على السرير متغطية وجنبها ورقة متغطية بملاية وعليها كمية كبيرة من ملح الطعام في محاولة واضحة لمنع تحلل الجثمان، في حين لم تكن الزوجة موجودة بالشقة. حطت عليه ملح، غطته بالملاية وخدت بعضها ومشيت وسابت ورقة جنبه. وعثر بجوار الجثمان على رسالة ورقية من الزوجة ذكرت فيها أن الوفاة وقعت بشكل طبيعي. قالت إن الوفاة يا جماعة بشكل طبيعي، مات موتة طبيعية، والموتة ديت منذ شهر، وأنها لم تتمكن من التواصل مع أهل زوجها لتسليم الجثمان أو دفنه، مضيفة أنها خشيت الإبلاغ بسبب إقامتها غير القانونية، ما دفعها إلى الهرب خوفا من المساءلة. على الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أظهرت التحريات الأولية وشهادات الجيران أن الشقة كان يقيم بها الطبيب وزوجته وما فيش بينهم أي مشاكل، ولم يلاحظوا عليهم أي خلافات، إلا أنهم لاحظوا غيابه عن الأنظار منذ فترة. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه. يعني الجثة طبعا قبل ما هتدفن هيعرضوها الأول على الطب الشرعي عشان يقرر إن إذا كان هي موتة طبيعية وكلامها صح ولا لأ. لله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم جدا، أتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.